الكلام يمشي على كله. لكن في بعض الناس المغتربين اللي زي حالتنا لما بينزلوا بعد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين بيتفاجئوا انه الشركات الرواتب اللي فيها تعتبر ضعيفة. الرواتب اللي فيها ما تتقارنش بالمبالغ اللي انت بتاخدها لو انت مسافر بره وبتشتغل بره. وفي نفس الوقت بتبقى فكرة انك انت تبدأ يعني تاخد خطوة انك تدور على شغل وي ما بتبقاش سهلة، لانه غالبا بتبقى علاقاتك خلال فترة الغربة وخلال فترة ان انت بتسافر بتبقى قلت، فانه حد يجمع لك فرصة وكده بتبقى شوية مش سهلة. فمن وجهة نظر يعني وبعد تفكير، الافضل انه الانسان المغترب او الشخص المغترب بعد ما يقرر ان هو ينزل ويستقر في بلده، الافضل ان هو يعمل مشروع. اكيد مش كلنا اتهيأنا والسيستم بتاعنا يمشي ان احنا كلنا نبقى اصحاب مشاريع، بس انا بشوف ان الاولوية ولناس كتير قعدت سنين كتير في الغربة ان هي لما تنزل تحاول ان هي تفتح مصلحة لنفسها عشان يبقى الدخل بتاعها كويس. وفي نفس الوقت انك انت تجد فرصة شغل مش بسهولة. مش معنى كلامي انك انت مش هتلاقي شغل، لا ان شاء الله هتلاقي، بس مش بسهولة، لانه زي ما قلت في الاول انه علاقاتك بتكون قلت شوية. غير كده برضو فكرة الرواتب لسه ما زالت ضعيفة، او لما تتقارن بالرواتب اللي بره لا في فرق. فالمفترض علينا كمغتربين ان احنا نحاول ان احنا قبل ما نفكر في النزول ان احنا ندخر مبلغ، المبلغ ده يسمح لنا ان احنا نفتح بيه مشروع او مصلحة واحدة واحدة، ممكن ننميها ممكن نكبرها تمشي معانا، فتلاقي الدنيا معاك بدأت تروح في حتة افضل. فاول ما تنزل نهائي او مثلا لو بتفكر تنزل نهائي ما تتسرعش وتلاقي نفسك انك انت مثلا بتقدم في شركات قطاع خاص وتروح على طول تشتغل، لا ادي نفسك وقت، ادرس السوق كويس، فكر في لو انت ساكن في منطقة فكر مثلا ايه الفجوة او الجاب او النيد او الاحتياج اللي في المنطقة دي اللي انت ساكن فيها، ايه المشروع اللي ممكن او المصلحة اللي انت ممكن تفتحها وتنجح معاك. إيه لو الدنيا قفلت معاك وقعدت وقت كبير ومعرفتش توصل لحل، ساعتها ممكن تلجأ انك انت تشتغل في شركة او تشوف وظيفة او كده. لكن ما تخلوش هو القرار اللي هو اول ما تنزل يلا بينا انا، لا دي وجهة نظري. انك انت لما تنزل خد وقتك، ادرس السوق كويس، شوف المنطقة اللي انت ساكن فيها، اسأل صحابك، شوف اهلك، اسأل قرايبك، تواصل مع الناس اللي تعرفها، انك انت تحاول انك انت تشوف المكان اللي انت ليك رجل عليه او المكان اللي انت ساكن فيه وتفتح فيه مصلحة. لانه حاليا لا، من وجهة نظري اللي انا شايفه انه المصالح او المشاريع، حتى المشاريع الصغيره ما بتكلمش انك انت تعمل حاجه واو، ولو ربنا كرمك اعمل بس انا بتكلم على على الحاجات اللي هي متوسطه، اللي هي بتبقى محلات في مناطق شعبيه ورش كده. فدي بشوف ان هي من خلال ان انا مثلا المنطقه اللي انا عايش فيها وكده، ان المشاريع دي بسم الله ما شاء الله بيبقى فيها دخل كويس، بتأمن لصاحبها دخل كويس. فدي خطيرة كده أو أفكار جت في دماغي فحبيت أشاركها معاكم. وبالتوفيق لنا جميعا وبالتوفيق لكل المغتربين وربنا يكتب لكم الرزق إذا كان هنا في بلدكم أو انتوا إن كنتوا مثلا هتكملوا في الغربة أو كده. ربنا يكرمكم جميعا. السلام عليكم.